ما شافوني هاتوا المغرب. كرم المغربي مو مستغرب من أهل الأقادير، أقوم احتراما لكم. أحد يأكل كسكسي 5 الفجر؟ إحنا نقولها بصراحة، المغرب هي السعودية والسعودية هي المغرب. بصراحة قسما بآيات الله كأنه عصير مانجا جميل بساعة غالية علي من أمير سعودي. احنا تقريبا يا جماعة يعني في القعدة الواحدة أكلنا بتاع 4 أو 5 مرات. اقنعني أودي ده كله في بطني، أنا مش قادر. أنا مشجع للنصر السعودي، أنا أنتم مشجع للهلال. جيب الكتاب. يعني تاكل بالسيف، تاكل غصب عنك، المهم هتاكل وخلاص. الشعب المغربي يمكن هو الوحيد من الشعوب العربية أعتقد أنه اللي يعطيك الأكل فترات. شعب مضياف، شعب كريم، خجلتونا بكرمكم. باليوم الكأس الحقيقي للأمم هو شوفة السعودي للمغربي والمغربي للمصري. بضيوفنا الكرام، اللهم اجعل مقامهم مقاما محمودا، اللهم اجعل لهما مقاما محمودا. تعالوا بقى نوريكم الكرم بتاع المغاربة وبتاع أهل أكادير. الشيخ ماء العينين، الشيخ ماء العينين بمدينة أكادير. وصل مرحبا، وصل مرحبا، وصل مرحبا. احنا بنتشرف بيكم والله، الشرف لينا والله. مرحبا والله الا مرحبا والله الا مرحبا. الله يحفظك. الفريان علم من أعلام الميديا، أحسن من يشرفنا. أبو صالح كيف حالك؟ ناخدك على السريع كده. نعطيك الأستاذ، نعرف هذا رمز الإعلام المصري. صور الأستاذ محمود إبراهيم. هذا الأستاذ حجازي صاحب محتوى جميل ومن مشاهير مصر العربية، وسعدت فيهم في لقائي بكأس العالم. ولكن الله يهدي محمود، أحد يأكل كسكسي 5 الفجر؟ قلنا يا جماعة الكسكسي بعد صلاة الجمعة، قال أبغى كسكسي. راحوا سوالوا هذا الرجل وأباه، سوالوا كسكسي 5 الفجر. وحقيقة يعني احنا نقولها بصراحة، المغرب هي السعودية والسعودية هي المغرب. أنا اللي وجدته الشعب بس ذبحوني بكلمة، كلمة شافوني هاتوا المغرب. يا رجل معك صاحب كلمة هاتوا المغرب شخصيا. المشكلة احنا كنا أستاذ حجازي والأخوان لازم يعرفوا، احنا نقولها مداعبة أن الأستاذ محمود في سوق واقف، هاتوا الأردني، هاتوا السعودي، هاتوا الكويتي، قلنا هاتوا المغربي، كل ما قبلت واحد هاتوا المغرب، هاتوا المغرب. لكن حقيقة شعب مضياف، شعب كريم، وسعدنا بهذا الرجل النقي الطيب اللي وعدنا تو وبعدين قال تعالوا هناك. وما شاء الله لمس فيه الثقافة، وأنه سيكون حديث الناس يعني عن سنوات قادمة، واعتقادي حيكون خليفتي في الإعلام. أهديك كتابي مشوار العمر 600 صفحة خلال 50 عام. تشرفت بلقاء خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والسفراء السعوديين ونجوم العالم من كريستيانو إلى، فأتمنى تستفيد منه. يمكن يبغى لك 2 3 تقراه. تفضل. جزاك الله خير. تفضل كلمة. أشكرك جدا أستاذ الدكتور إبراهيم فريان. صراحة إن شاء الله أنتم ذو خبرة على مدار تغطيتكم لعدة مونديالات وعدة محافل كروية عالمية. إن شاء الله سأستفيد من هذا الكتاب وسيساعدني لبناء إن شاء الله كارير مهني إن شاء الله في الصحافة وفي نقل المحتوى إن شاء الله يكون جميل وجذاب لجميع الناس. وشكرا جزيلا. إن شاء الله انتظروه، وأنا حتبنى هذا الرجل خلال زيارته للسعودية مع والده وأخوه، ويكونوا ضيوف عندي في أحد المباريات أو البطولات السعودية. عندنا كأس آسيا، عندنا كأس الخليج، عندنا كأس العالم، بس ما ندري نلحقه ولا لا. أنا كبرت. دكتور طول العمر. طول العمر إن شاء الله الحاج. والله شكرا جزيلا دكتور. أنا مشجع للنصر السعودي، أنا أنتم مشجع للهلال. جيب الكتاب. ولباس صحراوي ذو أصول موريتانية، لما كانت موريتانيا دولة شنقيط تابعة للمملكة المغربية الشريفة قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني للمنطقة. فالضراعة
وميزتها أنها يمكن أن تدفيك في البرد ويمكن أن تكون باردة عليك في الصيف، بحيث كما ترون أنها مثل لحاف طويل في البرد. صح نعمل لها كي. نعم تلففها نفسك. وفي الصيف نعمل لها كذا. وهي لباس رسمي للرجال، بحيث أنه اللباس الرسمي هذا يكون به في المناسبات. إذا زرت موريتانيا فيمكن أن تروا الشارع كله يلبسها، لأنه دابا الآن في موريتانيا وفي الصحراء لباسنا الرسمي في المناسبات، في الأعياد، في كل شيء. بالنسبة للنساء عندهم زي اسمه الملحفة، أو كما نقول نحن الملحفة. هذا الزي هو عبارة عن رداء طويل مثل العباية السعودية تقريبا. فهذا هو اللباس الصحراوي، لباس له تاريخ وأصل قديم يعود لسنوات قديمة جدا. وتاريخ الصحراء مع المملكة المغربية تاريخ طويل، طويل جدا، وعلاقة ترابط. وهذا ما كان إن شاء الله. يا ابو صالح يا جماعه عايز يلبس الزي الصحراوي. شوف يا جماعه، الله الله يا ابو صالح، الله الله يا ابو صالح. خلاص يا جماعه الماتش الجاي للمغرب ابو صالح هيطلع كده. ده سبق حصر يا جماعه، ده سبق حصر. ابو صالح هيبقى كده في الماتش الجاي ان شاء الله. في ضيافة عثمان ماء العينين، وخجلونا بكرمهم وطيبتهم واخلاقهم. واقولها بصراحة، الشعب المغربي الكرم والطيبة والاحترام للسعودي. واحنا كل يوم يا مر الفطور يعزمونا، الغداء يعزمونا، العشاء يعزمونا. ومحمود ما يحب الا الكسكسي، وما ياكل كسكسي الا 5 الفجر. احد ياكل كسكسي الا الجمعه بعد صلاه الجمعه، قال ابغى كسكسي، جابوا له كسكسي. احنا في اقادير الحب، الكرم، الطيبه، الرجوله، الشهامه، امثال هذا الرجل. وحقيقه يعني حقيقه انا اقولها بصراحه، اقف احترام لاهل الاقادير اللي احبهم واقدرهم، من ضمنهم هذا الرجل. يبغانا الحين عيد الكره، وحيد من اعز الاصدقاء، وتشرفت فيه، وهو من عرفنا على هؤلاء الرجال. الحمد لله. دي يا جماعه اخر عزومه هنا في اكادير قبل ما نمشي ان شاء الله نرجع للرباط تاني. ده كرم المغرب يا جماعه، وكرم اهل المغرب. يا جماعه احنا اكلنا مره وما عدناش قادرين ناكل، فبقول لك ده عندكم هناك هتاكل تاني. يعني اكلنا فراخ دجاج وعايز ياكلنا لحم الجمل تاني. طب نستنى ساعه نهضم، طب ننزل نجري شويه نهضم الاكل الاول. الله يحفظك، والله يكرمكم يا جماعه. هو ده الكرم. شوفوا ارض الواقع عامله ازاي، شوفوا ارض الواقع عامله ازاي. الله والديكم، وانتم يعني خجلتونا بكرمكم. لا والله أنا بشكر الشعب المغربي عامة بصفة خاصة، وإخواتي هنا. الضيافة دي أنا قلتها يمكن في كذا قناة مصرية ومواقع وجروبات كتيرة. الشعب المغربي المضياف، الشعب المغربي الجميل اللي هم أزروا منتخب مصر بجد بكل قوة. ده حقيقة يعني. شكرا لحضراتكم والله. ما احنا كلنا مرة، والتانية والتالتة بقول لك لازم تزيد الكسكس. يعني هذه رابع وجبة الآن، واحنا إلى المستشفى أنا والعبد ما أنا ما كنتش قادر يعني، يقول لك تاكل غصبا عنك، لازم تاكل. فهو ده كرم المغاربة، وبنشكرهم، ومش عارف مهما نقول مش هنوفيهم حقهم. الله يحفظكم بجد. انا مش قادر اتكلم من كتر الاكل. يعني انتوا شايفين الصوت بقى طالع بالعافيه من كتر الاكل. هذا كسكس معه لبن الساقية. لبن الساقية هي تعاونية الساقية الحمراء بمدينة العيون المغربية بالصحراء المغربية. هذا هو اللبن، لبن شو اسمه الساقية. بصراحة قسما بآيات الله كأنه عصير مانجا. جميل جميل. هب لنا كساني انا ومحمود. انت ما تدري راح المستشفى محمود امس. اليوم انا اكرم هذا الرجل بساعة غالية علي من امير سعودي. ما تبيعها. لا ما تتباعوا.
هذا اللي حبيها يا ابو صالح. محمود هذا اللي حبيع الساعه، هذا اللي حبيع الساعه. اتشرف اني اقدم كتاب مشوار العمر ويحمل صورة خادم الحرمين الله يحفظه في لقائي اللي تشرفت فيه لهذا الرجل النقي، هذا الرجل الطيب اللي شرفنا ان نعرف هذه العائلة الكريمة. احنا تقريبا يا جماعه يعني في القعده الواحده اكلنا بتاع 4 أو 5 مرات، وفي الاخر خالص بقى جايب لك ده تحل بيه. طب نودي فين يعني؟ انت اقنعني اودي ده كله في بطني، انا مش قادر يعني. تاكل بالسيف تاكل غصب عنك، المهم هتاكل وخلاص. وحقيقة يعني انا ما ادري يعني الشعب المغربي يمكن هو الوحيد من الشعوب العربية اعتقد انه اللي يعطيك الاكل فترات. يعني احنا في السعودية نضرب الكبسة واللبن والنام. في المغرب او مصر الطعمية والفول والكباب ثم تريح. هنا مرة مرتين 3 4 5. والكرم المغربي مو مستغرب من أهل أكادير. شكرا أهل أكادير، أقوم احتراما لكم. هذا اليوم أن نكون يعني ما احنا ضيوف، احنا أصحاب محل. المصريين والسعوديين يكونوا ضيوف عند حبايبنا وأخواننا وأهلنا في المغرب. اليوم الكأس الحقيقي للأمم هو شوفة السعودي للمغربي والمغربي للمصري والمصري. يعني أنا أقولها بصراحة اليوم إحنا نحتفل. أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدي ضيوفنا الكرام. اللهم اجعل مقامهم مقاما محمودا، اللهم اجعل لهما مقاما محمودا، اللهم يسر أمرهم واشدد أزرهم واغفر ذنبهم. من يتكفل منذ أن تصلوا جدة إلى ترجعون المملكة المغربية إن شاء الله.